بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، اليوم نفتح معكم نافذة إلى عالم من العبر، ونتأمل فيه كيف يخاطب الله عباده، وكيف يمكن لقلب المؤمن أن يسمع كلام ربه ويستجيب له ويعيش في ضياء هدايته. سنكشف اليوم بإذن الله تعالى عن أنواع خطاب الله للعبد، ونتدبر كيف تأتي هذه الرسائل الربانية، سواء بالوحي أو بالقرآن أو بالقدر أو عبر الأيام والقلوب أو على لسان العلماء والدعاة الصادقين. أولا، خطاب الله بالوحي، وهو أعظم وأشرف أنواع الخطاب، خاص بالأنبياء والمرسلين. عفوا، سامحوني. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. بإذن ما يشاء. أنواع الوحي: وحي يلقى في القلب، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في تثبيت المعاني. وحي من وراء حجاب، كما كلم الله موسى عليه السلام. وحي بواسطة ملك، وهو الأكثر شيوعا عند الأنبياء، كما كان جبريل عليه السلام يرسل الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، خطاب الله بالقرآن. القرآن هو كلام الله غير مخلوق، وهو خطاب عام لكل العباد، يأتي على أنواع: الأمر بالصلاة، بالبر، بالإحسان، بترك الشر، النهي عن الشرك، الظلم، الفواحش، الغفلة عن حقوق الله، الوعد للمحسنين بالجنة والرضوان والهداية.
الوعيد للظالمين والمغفلين والمغفلين ليعودوا إلى الله. يعني الناس الغافلين يعودوا إلى الله. الخبر عن الأمم السابقة واليوم الآخر وصفات ربنا تعالى. كلما قرأت القرآن يا عبد الله تذكر أن الله يخاطبك مباشرة وليس مجرد كلمات تتلى. ثالثا خطاب الله بالقدر. الابتلاءات والنعم كلها رسائل من الله. النعمة خطاب لشكرك وزيادة طاعتك. البلاء خطاب لتذكيرك والرجوع إلى الله. الضيق والفرج خطاب لتثبيت قلبك وتوكلك على الله. فما يصيبك ليس صدفة بل خطاب من ربك رب العزة. رابعا خطاب الله يوم القيامة وفي يوم لا ينفع مالا ولا بنون. كل إنسان يخاطب مباشرة. المؤمنين بالتكريم والثواب، الكافرين بالتوبيخ والوعيد. الخلائق بالحساب. كل خطاب يقربك من الحق أو يذكرك بعظمته. خامسا خطاب الله على ألسنة الرسل والعلماء. الرسل وسيلة لتبليغ الدين. العلماء ورثة الرسل يوضحون شرائع الله ويبينون ما يحتاجه الناس. كل من يسمع ويعمل بما ينصح به من علم هؤلاء كمن يسمع خطاب الله ويستجيب له. في الخاتمة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، لقد رأينا كيف يخاطب الله عباده بخطاب رحماني وكيف يربي القلوب ويفتح أبواب الخير والأجر. فلنتدبر هذه الرسائل وننظر في حياتنا، هل نحن مستمعون صادقون؟ هل نتفاعل مع كلام ربنا؟ اذكروا يا أحبتي إن كلمة من كلام الله، وكل موقف وكل ابتلاء كل ذلك خطاب من ربكم ليقربكم إليه ويكتب لكم الأجر. فاحرصوا على الإخلاص وكونوا دالين على الخير، فالدال على الخير كفاعله. واتركوا التنائج على الله واتركوا النتائج على الله، فهو الذي يفتح القلوب ويسهل الأمور وهو الرزاق الكريم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الثبات على الحق والنية الخالصة والسعي في سبيله، وأن ينفع بهذه الحلقة كل مستمع ويكتب له الأجر والثواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.